القامة والقيمة للأستاذ ماهر حزين ملك الصوافات. فطبعا يعني لو 90% من الناس اللي حضرت المعرض ده جايين المعرض عشان خاطر الحاج ماهر حزين مشرف المعرض بالحضور. هنتكلم مع حضرتك، يعني ممكن حضرتك تقول لنا ايه رايك في المعرض او تقييم المعرض؟ والله المعرض بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي. معرض اولا متكلف وبعدين منظم، وفي ميزه المعرض بيجمع الناس كلها، بيجمع غواية الحمام بالاخص. وغواية الحمام في التجمع ده في افاده. اولا بيشوفوا الوان الحمام، لان ممكن واحد يبقى غاوي الوان ومش غاوي الوان. هو المفروض ان الغاوي اللي بيغوى في غايه الحمام يبقى عارف كل الوان الحمام وعارف تقريب الحمام. ما فيش واحد يقول لك ده مش بابي وده بيتي وده مش بيتي. اللي يقلب جميع انواع الحمام. غاوي الحمام ده يقلب حتى الحمام الشلبزات يقلبه، والمراسلات يعرف الشلبزات والمراسلات. الا الزينه دي بتاع ليها ناسها. لكن احنا كغاويين غزار بنبدا بالالوان الغزار كلها. الحمام الغزار المصري، والحمام الغزار اللي جاي من جنوب شرق اسيا، وبعدين الكشكات اللي جايه من حوض البحر الابيض المتوسط، وبعدين الشلبزيات اللي جايه من الشام. فغاوي الحمام يبقى شامل في المعرفه. بس هو بيحب ايه؟ هو حر بقى. في واحد بيحب الريحاني، واحد بيحب الابلق، واحد يحب المسود، واحد يحب الصافي، واحد يبقى شامل بيغوى كل الالوان، يحب الالوان. واحد يقول لك لا انا ما اضيعش مجهودي في 10 الوان، لا اضيع مجهودي في لونين او 3 الوان من الحمام او 3 بيوت من الحمام. فالمعارض دي فيها ميزه ان بتخلي الناس تشوف بعض وتشوف الحمام واشكال الحمام. وبتيجي الناس من جميع انحاء الجمهوريه، وفي ناس بتيجي من الدول العربيه، يعني في ناس بتيجي من دول الخليج ودول العربيه بتحضر في المعارض ده. وانا المعرض ده يعني من المعارض اللي انا شايف متكلف تكلفه كبيره. يعني المعارض كلها اللي بتتعمل على راسنا، بس ده حاجه ثانيه. ده بسم الله حاجه ثانيه. اتفضل. ايه اللي يقدر يستفاده المبتدئ او الغاوي اللي لسه داخل في موضوع الحمام جديد من موضوع المعارض والله هو الاستفاده انه بيشوف ناس وبيشوف الحمام بالوانه واشكاله، ودي بتفيده جدا لانه شايفه على الطبيعه بقى. للمعارض بصفه عامه يعني. لا انا بتكلم على المستجد بيبقى شايف الحاجه على الطبيعه، ما بيبقاش سامع عمال يسمع بس ومش شايف الالوان. هو بيشوف بقى على الطبيعه وبيرجع يذاكر الكلام اللي الناس بتقوله له. يعني انا لما بشرح الوان الحمام واشكالها، لما بيجي الشاب يبص هنا في الالوان بتاعت الحمام واشكاله بيستفيد من كلامي، لان انا بنبهه وبقول له على اشكال الحمام والوانه، وبيستفيد ان هو شاف الحاجه على الطبيعه. خدت بال حضرتك؟ المعرض زي الفل، حاجه جميله، تجمع الناس مع بعضيها. صحيح هو مبدر شهرين عن ميعاده، هو المفروض ان الحمام يستنى شهرين عشان يكمل، لكن بقى طبعا يعني كتر خير الدنيا، يعني كتر خير الناس اللي يعني مجهزه المعرض ده، وانا بحييها. حاجه تاني تؤمر بيها؟ يا فندم، حضرتك شايف السوشيال ميديا، النت والفيس والكلام ده ساهم برضه بيساهم في نجاح المعرض؟ طبعا النت والفيس والاحاديث اولا في نشاط في غايه الحمام الايام دي، نشاط هايل. صحيح الحمام اللي موجود دلوقتي مش زي الحمام اللي كان موجود ايام ما احنا كنا صغيرين. يعني الحمام من 40 سنه كان احسن شكلا من دلوقتي. سيبك يقول لك الحمام اتطور، الحمام الغزار ما بيتطورش. اللي يتطور ايه بقى؟ ممكن يتطور ان انت تعمل غيه بلون معين، تعمل تشكيله معينه. بس كانت زمان الحمام الجريد هو راح الحمام لاقفاص المناير، وبعدين بقت البغدادلي. دلوقتي بيدخلوا السلك في الحمام. انا مش مستحب السلك للحمام، لان السلك للطيور الزينه. لان الحمام لازم يحط رجله على حاجه هاديه، ما يحطش رجله على حاجه معدن. حتى العصفور الكناريا لما بيحطوه في القفص المعدن بيحطوا له عود خشب او عود بلاستيك، لكن لما بيبقى حاطط رجله على حاجه معدن بيبقى عامل التعريه مش كويسه للحمام الغزار اللي بيتحط على الاسطح. ليه؟ لان الحمام ده المفروض موجود على الاسطح، بيتحط على الاسطح وضد العوامل التعريه بالليل وبالنهار وفي الشمس والحر. خدت بالك؟ فالحمام ما بيتطورش. اوعى تفكر واحد يقول لك الحمام اتطور، لا، الحمام اللي ما اتطورش ده الحمام باظ، لانه مدخلوا الصافي في الوان الحمام واشكال الحمام، فضيعوا الالوان وضيعوا الاشكال، خربوا الاثنين، خربوا الصافي وخربوا بقيه البيوت. فيش. اتفضل. الحمام الصافي يعني لو دخلت على اي حمامه بتحليها، لا يقبل الصافي لا يقبل حاجه تخش عليه. فيش حمامه تخش عليه. لكن هم انا ضد ان هم الغوايه تدخل الصافي على بقيه الحمام الغزار المصري. الحمام الغزار المصري ده ليه اشكال والوان. يعني لما تيجي مثلا احمر غزار تدخل عليه صافي، ايه اللي يحصل؟ هو بيدخل عليه صافي عشان يكلتمه يبوظ لون الاحمر معاك.
ابلق تدخل عليه صافي، يبقى انت خربت الدنيا بقى، ضيعت الالوان وضيعت الضريبه المظبوطه، كل ده عشان تكلتم وش الصافي؟ لا، تكلتم وش الابلق؟ لا، يبقى انت بوظت الصافي وبوظت الابلق، وتيجي تخرج منهم مش هتعرف. وفي بيوت اندثرت. ايه البيوت اللي اندثرت؟ اللي زي الحلبيات المساروه، العبس المصري. الحلب المصري ده كان حمامه غزار وشها مكلتم زي الاحمر الغزار، بس دول ابيض، عشان كده سموه حلبي مصري، لان فرق ما بين الحلب الشامي والحلب المصري هي الحته دي. والعبس المصري كذلك، وشه مكلتم وليه مسله وليه حجابين وطويل ورقبته تمر هندي. ده اندثر. والبنفسجات اندثرت، والسكروتات اندثرت. يعني شوف الالوان بقى بدات تندثر ازاي. حتى الكشكات المصري اللي احنا كنا بنقعد نتكلم عليها وجميله راحت. طب ايه حضرتك اللي نقدر نعمله عشان الغوايه او المبتدئين او الجيل اللي جاي يقدر يحافظ على الحمامه؟ يحافظ على الحمامه، اول حاجه الف ب لازم خدمه الحمام. الغيه مش كلام، والغيه ما هياش قعده وضحك ورغي ونقل كلام لبعض وهيجان على بعض. الغيه فعل. الف ب في غايه الحمامه عشان تعلم الشاب الصغير. واحد بيقول انا عايزك تعلمني الحمام الغزار يا ابني يا حاج، قلت له يا حبيبي الحمام الغزار اللي هو اللي هيعلمك شكله. انا هقول لك على المواصفات وانت مع الوقت، بس الف ب في غايه الحمام خدمه. يعني ايه الف ب خدمه؟ يعني الحمامه اولا تتحط في مكان ملائم ليها، يخش لها شمس مقننه وهواء مقنن، تتحط في حاجات خشب او جريد، تتبدر، تحط لها الحاجات اللي ضد الحشرات كل فتره من الفترات، يعني تبدرها، تحط لها حاجات اللي هي الافوماك ده هايل. تاكل حبايه، ما تاكلش حاجه كده، تاكل الحبايه. اللي ايه الحبايه؟ اللي هي الفول والذره الصفراء والبسله، دي حبايه. وممكن لو عايز تحط له قمح حط له، مفيش مشكله. خدت بالك؟ عايز تحط له اي حبايه حط له، لكن ما تحطوش علف، لان العلف ده داخل فيه مواد كيماويه زي الفراخ. فنمره واحد خدمه. الخدمه زي ما قلت ايه؟ الحمامه تتبدر، تتبوب، السلكات ما تبقاش كتيره. الحمام مش من الحمام الغزار ملوش للسلكات. السلكات دي بتاعت العصافير الزينه والطيور الزينه، ممكن تعمله للتحضير، لكن الحمام الغزار يحب الفرد يتبوب. كان زمان يتبوب يبقى سايب، يعني كانت الغوايه بتسيب الحمام على العراق، الوانه كله على العراق. دلوقتي خلاص عشان الحمام اسعاره غليت قوي، فبيبوبوا الحمام يقفلوا عليه وهم معذورين. الناس كلها اتجهت لموضوع الفرخ دلوقتي هو الفرخ كويس وبيزود الغيه وبيحليها، بس الفرخ لازم الغاوي عشان يفرخ يركز في الفرخ. يعني ايه يركز؟ يعني يبقى مثلا شايف ان هو عنده لون معين او تشكيل معين من الحمام شكله حلو، يركز فيه، ما يشعبش نفسه. وبعدين كتر الحمام وزحمه الحمام تزهق الغاوي. يعني الغاوي لما الحمام يكتر عنده يزهق ويتوه، يبقى مش عارف يفرخ ومش عارف ده ابن مين وده ابن ايه وده ابن كذا. خدت بال حضرتك؟ كتر الفرخ بيطلع الانتاج الحلو، لان العرق يمد لسبع جد. يعني انا ما ادورش على مواصفات معينه ان انا افرخها؟ لا، تدور على مواصفات كويسه في الحمام. يعني انا يعني ممكن حضرتك توضح لنا ايه؟ انا عايز افرخ دلوقتي، عايز افرخ مواصفات كويسه. الحاج ماهر تاريخ طبعا، ما حدش يقدر لا ينكره الا جاحد. فحضرتك تقول لنا المواصفات اللي اقدر افرخها مثلا في الصيف. لا، المواصفات في الصافي هترجع للصفحه بتاعتي، لان انا في الصافي هقعد اتكلم في المواصفات. هو المواصفات الصافي اول حاجه في غايه الحمام في الصافي انه يبقى الحمامه طويله، يبقى عضها طويل. وانا كاتب الكلام ده عندي في الصفحه بتاعت ماهر حسين. هتشوف العضه بتاع الحمام والوان الحمام، ودماغه تبقى مدوره، ملوش خنقه، ملوش بطحه، عظمته الابيض مش سودا. خدت بالك؟ الصافي ما تعبوش ضربه. الضرب يعيب الابلق والمسود وبقيه الوان الحمام. بس الصافي التكوين بتاع الجمجمه، طالما التكوين كويس يبقى هو كويس. وبعدين طويل، الوان بقى صيني برقبه خضراء، سكري صيني، بنيدي ساده. في غوايه يقول لك ما فيش بنيدي ساده، اقول له لا، كان في بنيدي ساده بس انت ما شفتهاش. والحمام ده اندثر. كان في بنيدي ساده في الصوافه وموجود في الصوافه. والصوافه من ميزتها انها كان يبقى ليها شكيمه. شكيمه يعني ايه؟ يعني زي الحصان اللي متلجم، تلاقي شكيمه زي البقره كده. وبعدين ملوش خنقه، دماغه مدوره، تكاد تكون زي البينج بونج، زي الكره البينج بونج. طويل، جناحاته مش شمره، مش رامي جناحاته عشان جناحاته تتوسخ. اولا الفرد الحامل اللي بيرمي جناحاته ده ما يعرفش يطير. ربنا خلق الحمام عشان يطير، لما يرمي جناحاته يبقى هو ما عندوش عزم يطير. واحد يقول لك احنا ما بننشكش، لا، كان الحمام ده موجود عشان يطير.
خدت بالك؟ رجليه قصيره، صندوقه قليل، عضاه حلو كده، واقف انسيابي، ده من صفات الصافي. الدبوره السوداء وحشه في الصافي، تعيبه. الصافي لو دخلته على السود الغزار يجيب لك الدبوره. شوف اهو الاسود الغزار ده قريب للصافي بس ما يخشش عليه. ممكن الاسود الحاجه الوحيده اللي يعملها يخش على القطاطي يجيب لك 3 الوان. يجيب لك قطاطي قشر سمك بطريقه سوداء وصابوني بطريقه سوداء، ويجيب لك محلاوي جتته حمرا وطريقه سوداء ورقبته زي الكوز الفضه. لازم القطاطي يبقى رقبته زي الكوز الفضه. لو في ريشه صفرا يعيبه، يبقى دخل عليه الريشه صفرا دي، يبقى داخله حمام غزار. وبعدين القطاطي مش بغبغان، القطاطي وشه مكلتم، ملوش خنقه ملوش بطحه، جفنه مش تخين زي ما الناس بتقول. حمام القطاطي ده جفنه يبقى زي فرد الكاوتش، لا، كانوا زمان بيقصوا جفون الحمام. ليه كان معيوب؟ عشان يعرف يشوف. قدامي 2 قطاطي من غير جفنه رقايه او جفنه قليل، وقطاطي جفنه تخين، ما اخدش ابو جفن تخين. واحد يقول لك لا ده داخله صواف، الكلام ده لا. هو حضرتك اغلبيه الغوايه دلوقتي لما يجي يوصف حمامه او كلام زي كده حتى مش بيعرف الفرق بين الدرب ولون العين. ما هو لا، ما هو الدرب ده الدرب هو العين. فكل فرد ليه ضريبه. انا لما ببص في المصريين اعرف منهم ان كانوا داخلهم شوام ولا اتراك ولا اجانب. لان المصري من صفاته عينيه سودة ومناخيره شويه مليانه وسمار فيه محاوي. لما الاقيه ابيض زي القشطه وعينيه ملونه لبني كده وشعره ذهبي وناعم يبقى داخله بقى اوروبا. فالحمام بيبان من عينيه. زي ما تعرف اشكال الحمام والوانه من ضريبته، الضريبه. يعني الضريبه دي هي بصمه البصمه اساسي في الالوان الحمام، اساسيه والفرخ كمان مهم. وبعدين الضريبه كمان في كل الوان الحمام، بس هي بتبقى عمود في اللبلق والمسود. يعني اللبلق اللي وشه مكلتم زي الصافي ده وعينيه لارنجي قول له انزل بالسلامه يا حبيبي. مفيش ابلق عينيه صفرة زي لارنجي ووشه مكلتم ودماغه مدوره. لا، اللبلق ليه سحنه وليه مسله وليه شكل عظمه عمران شبعان، عضاه حلو، لونه اللبلق لون. ايوه خدت بالك؟ يعني البلق دي لون. وبعدين الحمام كله المفروض يبقى جفونه رقيقه. الجفن الاحمر والتقيل ده يعيب الحمام. واحد يقول لك ليهم يا سيدي ماشي ليهم، بس لما يبقى قدامك 2 فرد جفنه رقايه وفرد جفنه تقيل، اخد ابو جفن ايه؟ اخد ابو جفنه رقايه. فالحمامه اما تبقى جفنها رقايه احسن. واحد يقول لك لا ده القطاطي اللي جفنه رقايه ده داخله غزار. لا، كان زمان في قطاطه جفنها رقايه وكان في قطاطه جفنها تقيل. كانوا بتوع زمان بيقصوا جفن الحمام. ليه؟ عشان معيبه. ماليش دعوه بقى، واحد بيحب القطاطي جفنه تقيل انت حر، بس انا بقول اللي انا شفته. انا راجل عندي 65 سنه داخل في 66 اللي انا شفته. خدت بال حضرتك؟ ايه تاني عايز تسال؟ انا بصراحه القعده يعني الكلام مع حضرتك ما يتشبعش منه. فمش عارف اللي حضرتك بقى شايفه احنا في المعرض هنا النهارده. اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا سعيد بالمعرض وسعيد بالناس وسعيد بيكو وسعيد بالشباب الجميل اللي هيكمل الرساله بتاعت الناس بتوع زمان، لان غايه الحمام بالناس. من غير ناس الحمام ما فيش. واحد يقول لك لا الغيه بالناس، لانك انت بتجتهد بتتعب وبتدفع وبتبذل مجهود وتجيب كلفه، وكل ده لود على البني ادم. في الايام دي كان زمان الدنيا رخيصه، كان كيلو الفول اللي احنا بنجيبه بتاع الحمام ده كان ب3 تعريفه. دلوقتي كيلو الفول ب4 جنيه ونص. يعني حاجه مين يساء. وبعدين الحمامه زمان اتخن حمامه كانت بريال ولا ب40 قرش، دلوقتي الحمامه ديك سامع الالافات. كنت بجيب الصافه ده، كنت اجيب القص مثلا ب 250 جنيه الجوز. ودلوقتي بتوع الحمام للاسف الشديد بقى بقت سوبر ماركت على الاسطح بقى، ودكاكين بقى متفتحه، واللي يبيع اكتر هو اللي حلو وهو اللي لا الغاوي كلمه غاوي يعني بيحب الحمام. غيه، والغيه جعلت لغاوي الحمام. ده مش مربي حمام، اللي مربي خيول طيور دواجن فراخ بتاع ده مربي. لكن بتاع الحمام ده غاوي حمام، يعني عنده غيه، يعني غيته دي هي مزاجه. يعني انت حد يقدر يجي ياخد عيل من عيالك مهما يدفع لك فيه؟ فدي غيه. واحد يقول لك لا ده فلان ده ما بيرضاش يبيع حمام، لا بيحب الحمامه الحلوه بيخليها عنده ان شاء الله تموت، ولما يجي له واحد يديله، بس ما يديلوش الحمام اللي هو غاويها. مش كل اللي يدفع يطلع ياخد، لا دي غيه. خد بالك. ان شاء الله احنا نكمل مع حضرتك حلقات ثانيه بعيد عن الحلقه باذن الله باذن الله. وكلمه اخيره حضرتك توجهها لحبايب ماهر حسين. انا بتهيألي 90 يعني ما فيش حد غوى حمام ما يعرفش الحاج ماهر حسين. بص انا هقول لحضرتك على حاجه. اللي بيحب ماهر حسين بيحب ماهر حسين لطبعه، ما بيحبش. في ناس بتحبني من غير ما شافتني،
من غير ما قعدت معايا، بتحبني عشان انا بنقل معلومه للناس، ولا بقول حمام عندي ولا بجيب سيره غيتي. ما بجيبش سيره غيتي، انا بتكلم على الناس بعد عمر يقولوا الله يرحمك يا حاج ماهر انت اديتنا معلومه وبعدين افدتنا، ولا خدت انت حطيت ايدك في جيبنا طلعت الفلوس وخدت اللي في جيبنا. لا، مش دي، مش بتاعت الحاج ماهر حسين. الحاج ماهر حسين راجل بيحب الناس، بيحب الغواي، بيحب الشباب، بيحب غايه الحمام. حبه لغايه الحمام هي نمره واحد. يعني انا لما جت انفلونزا الطيور دي كنت عيان، مش عيان عشان انا هبطل غيه، لا عشان غيه الحمام هتندثر في مصر، لان ده تراث. خلي بالك اللي احنا فيه ده. يعني انا بناشد الحكومه انها تحافظ على هذه السلالات زي الخيول العربيه. فندم حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. دلوقتي الحمام، وكان السبب بتاع الحمام زمان كان تابع وزاره الرياضه. اما دلوقتي وزاره الشباب والرياضه. دلوقتي كل المجهودات حتى المعارض والكلام اللي موجود حاليا معتمد على الجهود الذاتيه. فانا بضم صوت الحاج ماهر حسين وكبار الغوال اللي موجود. وانا شوف هقول لحضرتك، انا بناشد الحكومه، والحكومه دي يعني الدوله، انها تحافظ على هذه السلالات، لان السلالات دي لو انقرضت مش هنعرف نجيبها تاني. دي الحمام ده موجود من آلاف السنين في المعابد في جنوب الصعيد، وكان الحمام ده متواجد في الصعيد زمان عشان الصعيد كان مناخه كويس. فده تراث. لو الحكومه حاربت هذه الهوايه، تحافظ على نظافه الغيه، على تخلي الغيه نظيفه، تخلي المكان ما فيهوش روائح، ما تسيبش ما تخليش الحمام في حشرات، خدت بالك، لكن تحافظ على هذه السلاله، لان السلاله دي لو راحت عامله زي الخيول العربيه اللي في الشرقيه. هي الخيول العربيه دي ما ليها، الحصان العربي اللي في الشرقيه ده ليه معنى كبير، خدت بالك. فانا بناشدهم انهم يحافظوا. ليه؟ اولا هيحافظوا على هذا التراث وهذه السلالات. ثانيا هيحافظوا على الشباب. هو اقتصاد برضه. لا، ما هو سيبك لا، انا بتكلم على الشباب. ايه الشباب بيحب غايه الحمام، فسيبه يربي، وسيبه يبقى عنده مكان حلو يربي فيه الحمام وينظفه، طالما ما عندوش فراخ فوق في الاسطح وبتاع، سيبه يربي، لان هو هيبعده عن الموبقات. وانت عارف، والناس النهارده عارفه ايه الموبقات، يعني التطرف والحاجات اللي مش كويسه والتعاطي والحقن والحاجات دي كلها. لما بيبقى هو متجه للغيه بينسى كل حاجه. هو راجل بيطلع غيته ساعتين ولا حاجه عشان ينزل يشبع، لان غيه الحمام بالنسبه للغاوي هي اكسير الحياه. وتابعونا على قناه هواة الحمام المصري مع المخرج احمد بدر.